فرق كبير جدا بين انك تعيط عشان بتنضرب او انك تنضرب علشان تعيط. اللي يعرفوني كويس عارفين انا من الصعيد، صعيدي من محافظه اسوان تحديدا يعني. كونك صعيدي ده بيفرض عليك بعض الامور ممكن يعني ما يفهمهاش غير الصعايده، انك انت لازم تكون ناشف شويه في بعض الامور وصلب جدا جدا في بعض الامور. دمعتك عصيه، مش صعب انك انت مش سهل انك انت تعيط. ردود افعالك لازم تكون فيها حسم، ما يبقاش فيها ملوعه. كلماتك لازم تكون واحده، صفات معينه كده بننشا عليها وبنتربى عليها وما ينفعش احنا نحيد عنها يعني. حصل موقف في اثناء فتره الكليه يعني، انا كبرت بالصفات دي وكبرت بالشكل ده وبالشخصيه دي، لحد ما في مره وانا في اولى كليه حصل موقف كان فيه قصه حب وما حصلش فيها نصيب. فانا مقهور يعني، قاعد بقى راجع بقى من الكليه مقهور جدا ومتضايق، ودخل والدي فبيقول لي مالك، فحكيت له قلت له كذا 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 كذا. طب يا ابني انت قصرت في حاجه؟ لا ما قصرتش. طب يا ابني انت كان في ايدك حاجه تعملها ما عملتهاش؟ لا ما حصلش. يعلم ربنا ان انا كنت قد ايه جد. احنا كنا اصحاب اكتر مننا اب وابنه يعني. ف طب ايه انت؟ قلت له انا مقهور جدا، انا مخنوق جدا ومقهور وبتاع. فلقيته بيقول طب يعني عيط. قلت له عيط ايه؟ عيط؟ لا مش عيط طبعا. فلقيته مصمم ان انا عايزني اعيط، يعني هو شايف في عيوني الدموع بس مش عايزه تنزل، شايفها متحجره. قول لا ما بعيطش، مفيش راجل بيعيط. مين ده حمار؟ مين اللي قال لك مفيش راجل بيعيط؟ عيط يعني مش عارف. عيط عيط عادي، يزعق ويقول لي عيط عيط عيط، وراح ضاربني كده ايه عشان خاطر يخليني اعيط. الغريب ان انا رحت منفجر بقى، يعني كنت مستني ان هو ايه ينكشني كده عشان افتح في العياط، وفتحت في العياط. واكتشفت حاجه مهمه جدا 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 من الموقف ده. مش عيب ان احنا نعبر عن مشاعرنا. فكره انك انت تبان دايما جامد وتبان دايما مثالي وتبان دايما شخص ما بيغلطش وشخص ما عندوش نقطه ضعف، ده ربنا لو عايز يخلقك حجر كان خلقك حجر. لكن احنا بني ادمين من مشاعر واحاسيس، انت بتتفاعل مع المواقف اللي بتحصل معاك. سيب لنفسك حريه التفاعل مع المواقف اللي بتحصل معاك، ما تحصرش نفسك في اطار جامد وثابت مفيش حد يديك عليه مكافاه. انت بني ادم، انسان، بتحس، تنجرح، تعور، وبتقوم وبتقف، لازم بتعدي بكل المراحل دي. احنا مش جماد. الحرص على الظهور بمظهر مثالي بيحسسني ان الشخص الفلاني ده ابعد ما يكون عن المثاليه، وانه فيه من النقص اللي هو اكبر بكتير من ان هو يبقى شخص عادي، حتى مش مثالي زي ما هو عايز يبين للناس. المبالغه في اظهار التدين، والمبالغه في اظهار الثراء، والمبالغه في اظهار حسن الاخلاق، هي امور بتثبت ان صاحبها بيحاول يستخبى ورا حاجه مش موجوده عنده اساسا. احنا بشر والكمال لله وحده. لو ربنا عايزك صلب كان خلقك حجر او حديد، بس ضعفك ورقه مشاعرك وانهياراتك اللحظيه وانعكاشتك الظاهريه سواء في ملامح او في مظهر هي مساله طبيعيه جدا. مفيش اي ضرر من شويه عاديه بدل الجري ورا المثاليه. عادي تقلق، عادي تزعل، او عادي تنعزل شويه، عادي تبكي. احنا مش بننشف ولا بنقوى ولا عودنا بيشد غير من شويه التجارب اللي بيبانوا ضعف. في مقوله لطيفه جدا بتقول عظامك ليست مصنوعة من زجاج، دع الحياة تصدمك فلتهزم فلتخطئ فلتخذل فلتيأس، لا تهرب، دع الحياة تقاويك. احنا بشر مش حجر.